السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى حفلة تخرج حمزة ابني ومكة. حبيت ان انا اصور معاكم اللحظة دي فرحة كل ام بصراحة، تخرج اطفالها من الحضانة. بصراحة حضانة جميل جدا وبتأسس الاطفال صح. وبوجه شكر للناس ابتسام على مجهودها الرائع وتعبها بجد مع بنتي وتأسيسها القوي اللي ساعدتها انها تكون جاهزة للدخول لمدرسة لغات. هي ليها كاريزما بصراحة مع الأطفال كده. بتحبهم قوي، قمة في الذوق والرقي، بتعطي فيهم طاقة إيجابية قوي وبيحبوها بدرجة كبيرة قوي. بجد أسست بنتي بشكرها قوي. وبوجه شكر وتقدير لحضانة ديزني، حضانة جميلة جدا بتأهل الطفل دراسيا واجتماعيا وسلوكيا. إنهم بتتعامل بحب كبير قوي مع كل الأطفال، ده غير الجانب الترفيهي وللأولاد وتقديرهم لمجهوداتهم، الكادر التعليمي كله وتحفيزهم على إعطاء أفضل ما عندهم. بجد حضانة جميلة وممتازة. طبعا بوجه شكري برضو لمس فاطمة ومس أميرة، اللي خلوا ابني حابب الحضانة. طبعا ده الشهادات اللي هيدوها للأطفال ويفرحوهم، حاجة جميلة جدا. بوجه شكر لمس أميرة وفاطمة على مجهوداتهم المتميزة. بتمنى لكم مزيد من التألق والعطاء والتميز لطلابنا. ربنا يزيدكم وتأدوا رسالة التعليم على أحسن وجه. بارك الله فيكم ونفع بكم ومن تقدم لتقدم. جزاكم الله خير بجد، نرفع لكم القبعة. عمركم ما قصرتم مع أطفالنا، موفقين جميعا إن شاء الله. طبعا الحفلة هي لسه ما بدأتش، فلحد ما تبدأ الحفلة كده أنا رحت بدري شوية، قلت أصور معاكم وناخد جولة كده في الحضانة. ما شاء الله عليها، يعني عاملين للأطفال كل حاجة حابينها. الصبح دراسة وبالليل الطفل بيروح بقى يغير جو ويتفسح كده، عاملين حمام سباحة وملاهي وحاجات جميلة جدا. يعني مهتمين بالطفل دراسيا في الصبح وبالليل يلعب ويفرح. اديكم شايفين حمزة فرحان بحمام السباحة. انا بجيبهم بالليل كده يغيروا جو كده من تعب دراسة الصبح كله، بيجوا بالليل ويغيروا جو. عاملين لهم حمام سباحة وهي حضانة جميلة جدا بجد. طبعا دلوقتي العرايس جت والأطفال كلها متجمعين، شايفين فرحانين خالص بالعرايس. كل الأطفال بتجري يبصوا الملاهي، عاملين لهم ملاهي جميلة جدا. الطفل بيروح بيفك تعب يوم الدراسة كامل، مهتمين بكل حاجة للطفل. حضانة جميلة وممتازة بجد، ربنا يبارك لكم. كمان للعرايس اللي واحدة عايزة تعمل خطوبة، عايزة تعمل عيد ميلاد، الحضانة برضو بالليل بتعمل مناسبات جميلة جدا عند حمام السباحة كده، بيبقى جو جميل قوي. دي فرحانة بأصحابها بقى قبل ما تسيبهم نرجع معاهم. هم أولادي زعلانين خالص إنهم هيسيبوها، لأنهم بجد حضانة جميلة بتأسسهم وبتعلمهم، وده غير الحفلات اللي بيعملوها للأطفال بيفرحوا بيها. فبصراحة الطفل ميبقاش عايز يسيب الحضانة دي خالص، يبقى حابب أصلا إن هو يصحى الصبح يقول أنا عايز أروح الحضانة. دي مش عايزة تسيب أصحابها خالص. طبعا دلوقتي هيجيبوا العرايس هيفرحوا بيها الأطفال وهيجري عليهم، وبعد كده هتبدأ الحفلة. كده خلاص العرايس جت، شايفين الأطفال كلها مجتمعين معاهم وحابينهم خالص. حاجة جميلة بجد ما شاء الله.
كمان جايبين لهم ساحر ومخرج اللي هو الأطفال بيحبوهم. يعني بصراحة كانت حفلة جميلة وممتعة، والأطفال ما كانوش عايزين يسيبوا الحفلة خالص. آه، استلموا الدرع والجوايز وكانوا حابين يقعدوا. صراحة حضانة جميلة جدا بتفرح أطفالنا، ودايما بتفاجئنا بصراحة بأحلى المفاجآت والعرايس والألعاب. بتفاجئ أطفالنا كل مرة بحاجة جديدة. ربنا يبارك لكم ويجازيكم كل خير بجد بجد، نرفع لكم القبعة. دلوقتي خلاص الحفلة كده بدأت، هسيبكم بقى تستمتعوا معانا مشاهدة ممتعة إن شاء الله. ده بس كده بدأت تروح تستلم الجايزة بتاعتها والدرع، بس ابتسام بتقدمها لها، ربنا يبارك لها يا رب. علمت بنتي ازاي تمسك القلم وازاي تتأسس صح. جزاكم الله خيرا كل الكادر التعليمي اللي في حضانة ديزني، بجد بجد ربنا يبارك لكم. وريني كده يا كوكا. امسكي دي معايا. يلا وريني يا بابا. وريني كده يا كوكا. كده مكة حسين. كوكا كوكا كوكو كوكي. تعالي يا كوكي. دارين عصام. أبرار أشرف. سقفوا لها يا جماعة والنبي. ياسمين مصطفى.
حمزة صوريهم. لا صوريهم هما الثلاثة. كوكي كوكا طلعي. يلا هي يا ماما بالراحة ماشي. مرجحي يا حمزة. حمزة مرجحي. لا لا هو عايز يقعد بس. ايه ما بقول لك ما هو مش راضي. اه ايه طب بس انا بعمل ريفيو مثلا لما يبقى حفلات وحاجات زي كده بصورها. عندك تيك توك في بس ما نزلش. يلا يا لوك. مالك